عليك أن ترشد وعليك أن تبلغ، ابتداء من أسرتك وأهل بيتك وانطلاقا إلى المجتمع. ولكن التوفيق من الله، الهادي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت سبب من أسباب الهداية وسبيل لاتباع الطريق المستقيم. لذلك خاطب ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية بيد الله، ولكن هذه الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء.